وتلاقي الكل بيتكلم عن الشعب وهو تقريبا لا يرى هذا الشعب. هيئة مواصلات ما عندناش، مية الشرب برضه ما فيش زي الناس. الصرف الصحي معمول عندنا بقاله كذا سنة، بقول لك ده يخلص السنة الجاية ولا قدام منه ولا 10 سنين. وبالنسبة للمدارس والعيشة الغلا دي ومحدش بيبص للي زينا ابدا. انا واحد من الشباب اهو، عندي بتاع 34 سنة لسه لا اتجوزت ولا عارف اعمل حاجة، ومخلص جيش وخدمت البلد دي، فهم يوعدونا بالحاجة اللي هم قالوا عليها عشان احنا في قلبنا بصراحة ربنا نور للدنيا كلها. ما فيش عنابيب من اصله، يعني كفرانين ولا شغل ولا فلوس ولا اكل. بنستلم في البيت، هنطلع نجيب حاجتنا ازاي؟ شقة الفوق قدامنا، عفشنا فوق، قاعدين في الشارع بقالنا 4 ايام. في الشارع، 4 ايام في الشارع، محدش معبرنا، صوروه. انا عليا نور ما دفعتش، عليا ميه 700 جنيه ما دفعتش. ما فيش فلوس وما فيش شغل وما فيش عماله. في ايه بس؟ ادي الشارع اهو بقى له قد ايه؟ شغالين؟ لا مش شغالين. ادي السكه واقفه اهي. تكدس، فقر وجهل، ايه اللي هتكون النتيجه يعني؟ لازم يهتموا بينا شويه، هو احنا مش بني ادمين؟ مش احنا ولا مش الناس اللي كل واحد عنده 22 قصر و25 قصر؟ فين حقنا احنا بنطلب اضعف الحقوق. ستات، نص ستات مصر تصلح انها تبقى موجوده بتشتغل تعمل في السياسه، وانها تبقى جزء من العمليه السياسيه اللي دايره. احنا فلاحين، يطلع النهار نروح الغيط، يجي المغرب نروح البيت بس، وخيرنا كفو شرنا، محدش بيحس بينا. كل الدنيا اتفرجت علينا، كل الدنيا اتفرجت علينا. ما جاوبتنيش على السياحه والحدود. لا هو حضرتك بعد الثوره ان شاء الله املنا في ربنا وفي الناس الحلوه نعيش معيشه كويسه. انا عايز احجبكم كلكم وكلكم تتنقبوا وهطبق هو عايز كده. كل شهرين نجيب مره نص كيلو لحمه فرخه، ما بنقدرش نجيب فراخ بنروح نجيب هياكل. اللحمه برضه عشان غاليه ما بنقدرش نروح نجيبها، بنجيب مواسير ونطبخ. الهياكل دي كنا بنجيبها الاول ب2 جنيه ونص، الوقت وصلت ل7 جنيه. والعظم ب7 جنيه برضه، ب8 جنيه وب10 جنيه. العظم اللي هو كان بجنيه، ما فيش اي مصدر دخل. انا بعمل شويه بالليل حمص وببيعهم قدام وبالنسبه بقى للحريات الشخصيه، مواطنه عايزه تنزل البحر، مواطنه مش عايزه تتحجب، مواطن عايز يمشي مع واحده في شارع. اودي حاجتي فين بس؟ ماليش حد، ماليش ولا ربنا. اودي حاجتي فين؟ مالي حاجتي مرميه في الشارع. انا بتكلم على ليه خانه الديانه؟ والفلاح يقول لها عيشته النهارده بقت عيشته يعني مش زي الاول، عيشته تعبانه، المصاريف والغلو من كل ناحيه. شكاره الكيماوي بكام النهارده؟ ب100 جنيه النهارده. اقدر قضيتين بالمناقشه واللي هي تهم الشعب المصري وتهم هذا الوطن، الاقتصاد والامن. طول ان مفيش اقتصاد وامن فيهم اصلاح مش هنتحرك خطوه للامام. هتخسر سائحين المانيا واسبانيا وروسيا ومش عارف ايه والكلام ده، دول بيحبوا المايوهات وبيحبوا الخمر. سايب شغله وداير الف ورا انبوبه عشان اغير لي انبوبه. البيت عندي والله ما في عندي الغاز بقى له 3 ايام. لذلك ان احنا عشان نعمله بقى بنشتري اكل من السوق، بنشتري اكل سوق، مش عارفين نعمل لقمه بالبيت. الناس خايفه على حرياتها. مشاكل الناس هنا كتير، كله بيجري على اكل عيش مش فاضي يقعد يتفرج على مسلسلات. في سيدات مثلا بيستحموا، بينزلوا بيعوموا مثلا، بيلبسوا ملابس لباس العوم مثلا. في ناس من ديانات اخرى بيشربوا مثلا الخمور. التعامل معهم هيكون في سياحه في مصر، وفي سايح بيجي من بره مصر وبيشرب خمر او بيروح يلبس المايوه بينزل البحر في شرم الشيخ او مع مراته. احنا فلاحين، يطلع النهار نروح الغيط، يجي المغرب نروح البيت بس، وخيرنا كفو شرنا، محدش بيحس بينا. كل الدنيا اتفرجت علينا، كل الدنيا اتفرجت علينا. هبل وخبل، هبل وخبل. ناس هنا ساكنه اقل حاجه في اوضه 200 جنيه من قله، ومعاه 5 6 عيال. والبلد دي بتاعتنا واحنا اللي نقرر مين يحكمنا. لما واحد يدينا انبوبه ب35 جنيه يبقى ازاي يعني؟ ناخدها ب35 وناكل بكام وندفع كام؟ شعرنا جميعا اننا في خطر امام راي حزب النور والتيار السلفي. اسعار النهارده الانبوبه بتشوفوا وصلت كام؟ الانبوبه وصلت 50 و60 جنيه الانبوبه. يعني راجل ينزل 3 4 عيال، لما ادفع في انبوبه 50 جنيه و60 جنيه يبقى العيال هتاكل ايه؟ السياحه دي قطاع مهم جدا، هتعملوا فيه ايه؟ ومفيش يعني السطح بتاعت العروق واقعه،
والتراب حاجه فظيعه، والمجاري تعالى خش شوف يعني بنفسك تشوف المجاري بتخش علينا. عايزين نقدم على نور، يعني تدخلوا لنا نور في البيوت، وعايزين معاشات، عملوا لنا معاشات. وتلاقي الكل بيتكلم عن الشعب وهو تقريبا لا يرى هذا الشعب. لماذا لا نتحاكم في أمورنا الاجتماعية إلى المنهج الذي وضحه ربنا عز وجل في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أمر الأسرة من بدايتها إلى نهايتها؟ إننا جربنا القوانين الوضعية فامتلأت محاكمنا وكثرت مشاكلنا وصارت الحياة مليئة بالويلات، وهذا بعض الخزي الذي أصابنا من خلال تحاكمنا إلى غير شرع ربنا أو بعدنا عن هذا الدين بشموليته. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والله إن هذا الخزي لهو موجود مذ أعرضنا عن شرع الله.